السلام عليكم، مبارك عليكم العشر جميعا. كيفكم؟ إن شاء الله بخير، بشروني عنكم. طبعا أنا غاطة مع رمضان، وتعرفون يعني في الواحد في رمضان يعني يحاول قد ما يقدر يستغل الوقت. وعلى بداية العيد أو قرب العيد حبيت إني شوي أعايد نفسي وأدلع نفسي، وطلبت شغلات من سيفورا، أشياء بسيطة لنفسي، أشياء ما عمري جربتها. الأشياء اللي ما عمري جربتها طبعا شوية مخصوصة للعطور، اللي هي مجموعة خيالي أو ماركة خيالي للعطور. شفت عليها مدح مرة كثير، فقلت أستغل الفرصة وأطلبها. طبعا أكثر أشياء اللي مدح عليها اللي هم السبرايز حقت الجسم أو حقت الشعر. فطلبت نوعين، طلبت هذا عود، روز عود، وطلبت هذا I think اسمه burning cherry. طبعا شفت أكثر يعني مدح عليهم هذول الاثنين، وفي بالفانيلا. طبعا أنا في الفانيلا ماني مرة على الروايح. وشفت مدح على هذا العطر. طبعا أنا ماخذ الحجم مرة الصغير اللي يجي مع الشنطة، كنت ما أبغى أطلب كبير، لما أشوف إذا هو عجبني أرجع أطلبه. بتكلم عن هذول الثلاثة، وبعدين راح أتكلم عن روجين أو بلسين طلبتهم من فينتي بيوتي في السنابات الجاية. أول شيء خلينا نتكلم عن العطور هذه. اللي حابة تهدي أحد، أحس هدية مرة حلوة مجموعة خيالي، خصوصا أنهم مسوين ست كذا بوكسات خاصة للهدايا. خلوني بداية أتكلم عن هذا. طبعا هذا البخاخ من خيالي، من اللوف ست اللي هي مجموعة الحب على قولتهم. اسم البخاخ أو اسم المنتج هذا burning cherry. هذا حالاته أنك تبخينه على كامل الجسم وبرضو على الشعر، ما راح يضره. بصراحة بنات ما أدري كيف أشرح لكم الريحة أول مرة أشمها صراحة. لا هي مو تشيري اللي يعني تحسينها فاكهي، لا، كذا جاية على فيها لمحة بخور، فيها لمحة عود. أحسها مرة حلوة إذا كان عندك مناسبة كذا ثقيلة تبين تبخين على جسمك كامل. وأحسها من البخاخات اللي تثبت. أنا سمعت كثير مدح عنها أنها تثبت، ولكن بجربها إن شاء الله الأيام الجاية وأقول لكم. بصراحة العطر يعني ريحته غريبة وحلوة مرة، ما توقعت أنها راح تعجبني. يعني قريت اسمه burning cherry قلت فاكهي، أنا ماني مرة على الفاكهي، الروائح الفاكهية، بس أبدا مو ريحة فاكهية، مو قاعدة أشم ريحة فاكهية، قاعدة أشم ريحة فخامة، صدق 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 فخامة. والحلو إنه على الجسم كامل وبرضو للشعر، يعني اثنين في واحد على قولتهم. طيب نجي الآن للعطر هذا من خيالي. أمانة بنات بيني وبينكم أنا كنت مرة متحمسة إني أجربه، شفت عليه مدح، واللي عجبني أكثر لون الباكج أو لون العلبة، تجنن صراحة، مرة حلوة. بيني وبينكم كنت بطلب الحجم الكبير من موقع سيفورا أونلاين، ولكن كان سولد أوت، فقلت خيرة أطلب الصغير أجربه اللي هو حق الشنطة. أمانة أنا متوقعة من اسمه إنه البيس حقه زهور وورد، لأن اسمه فلوري ماجستي روز رويال، فمتوقعة 100% إنه ورد وزهور. وبيني وبينكم أنا ماني مرة على هذا النوع من العطور، بحالة إنه إذا كان العطر مرة حلو أو يونيك وعندي عطور البيس حقها كذا، مرات أستخدمها لحالها، والأغلبية إني أستخدمها ميكسينج مع عطوري الثانية. طبعا العطر هذا أنا أشوف إنه عطر صيفي، خصوصا البنات اللي يحبون الزهور والورود. اللي عجبني فيه إنه شوية فيه لمحة بخور وعود، وهذا شيء عجبني. من ناحية الثبات أنا ما أقدر أقول لكم، بس شفت عليه مدح إنه ثابت. أنا بجربه بطريقتين. الطريقة الأولى إني ببخها الحالة، الطريقة الثانية بعد فترة راح أبخها مع عطوري الثانية، وبكذا راح أعطيكم رأيي سواء الحالة أو مع عطور الثانية. وأمانة حلو للصيف وحلو كهدية للعيد، أنا أشوفه مرة حلو. مرة 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 متحمسة إني أجربه. طيب الآن بتكلم عن اختصاصي على قولتهم الميك اب. أنا شفت ريفيوز مرة كثيرة عن الجلوسات هذه من فينتي بيوتي، عندهم درجات مرة كثيرة، بس أنا أخذت الدرجتين هذولي، قلت بجربها من نفسي أول، حسيت إنها شوية مناسبة للتون حقي أو لون بشرتي، فأخذت هذه الدرجتين. اللي عجبني فيها إنها وشي شمر، فيها لمعة ترهش، يعني حلوة للصيف، حلوة للبنات اللي بيسوون تان. مرة مرة متحمسة. طبعا أخذت الدرجة الأولى اللي هي فاسي،
والثانية سيو إن ماوي. طبعا لو نجي للصدق، الأشياء اللي دائما أستخدم الدرجة هذه اللي هي اسمها فاسي. هذه شوية على أورنج، بس قلت ليش لا، خليني أجرب. طبعا هذه أحسها حلوة للناس اللي يسوون تان. أبى أسوي لكم الحين سواتشز، واسمحوا لي بنات بحط شوية فلاش عشان تبين معانا الألوان، لأنه عندي ظلمة صراحة وما نخلي يقوم يعني أفتح النور. أنا جربتهم على شفايفي كلهم حلوين. هذا يعتبر أنا، ولكن هذا شيء غريب، يعني أول مرة أحطه بس طالع مرة عليه حلو. وأحس هذا اللون سيو إن ماوي حلو للبشرات الفاتحة والبشرات السمراء، مرة بيطلع بطل. طبعا في درجات ثانية بس أنا شغلت هذولي، فبسوي لهم سواتش على يدي وأوريكم إياها. أمانة كلهم ثنتين حلوات طلعوا على الشفايف، وأنا حطيتهم على شفايفي بدون ما أحط لا ليب لاينر ولا محدد شفايف. طيب أنا ترى حطيت الفلاش عشان يبين معاكم مثل ما أنتم شايفين. طبعا الأول واحد اللي هو هذا سيو إن ماوي، والثاني فازي. شفتوا كيف؟ اللي عجبني فيه بنات إنه معطيك شعور إنه مرطب أو جلوس، يعني تشوفون اللمعة هذه الجليتر اللي موجود تحسونه بيكون تشانك، يعني بيكون خشن، بس أمانة بنات ما هو خشن ولا شيء، يعني ما يعطيك كذا كيف أقول لكم، ملمس الجلوس كأنك حاطة جلوس على شفايفك. وأمانة إذا ابتسمتي كذا يعني يجنن يجنن يجنن. يعني شوفوا هذا أنا مرة عجبني. طبعا أنا ما أسوي تان، بس البنات اللي يحبون تان أحس بيطلع إذا حطوه بيرفكتو على قولتهم. وهذا اللي أنا دائما يعني على قولتهم my go to color. أمانة بنات حلوين مرة 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 حلوين. يعني لو أنا أستخدم الدرجات الثانية اللي من الكوليكشن طلبتهم، بس أعرف نفسي بطلبهم بس كذا منظر. يمكن هذول أكثر شيء بستخدمهم صراحة، ما تندمت. وأمانة هذا بضيفه من كوليكشن الصيف السنة هذه. طبعا بنات حبيت أني أصور لكم المشتريات اللي دلعت فيها نفسي من سيفورا. مو شيء، بس لاحظت أنه عندهم باكيجات حلوة للميك اب منزلينها، حقت سيتس أو كوليكشنز خاصة في رمضان. في براندات مرة حلوة منزلين لها سيفورا، سواء أونلاين ولا في المحلات، للي حابة تشتري عيدية أو شيء زي كذا لأحد هدية مناسب أحس مرة. بس هالمرة أنا قلت أشتري لي أشياء بسيطة احتاجتها للعيد، أعايد نفسي بدري وأوريكم إياه وأعطيكم رأيي. أنا صراحة شفت هذا قبل كم يوم كريفيو، قلت لازم أشتريه. أمانة الرجل هذا ما توقعت إنه يعجبني صراحة، مرة خقت عليه أكثر من هذا حلو بس إنه تراديشنال، حسيت إنه مرة عليه من قبل، بس هذا لا. طبعا اليومين الجاية بنات راح أجمع الكوليكشن أو الأغراض اللي بستخدمها الميك اب العيد لللوك حقي، سواء كان إيش الباليت اللي بستخدمه، إيش الفاونديشن، إيش الروج، أوريكم إياها بحيث إنه تعطيكم أفكار إنه وش في بالكم. مثلا في واحدة تبي تسوي لوك العيد بس مو بعارفة إيش الباليت اللي تستخدمه، أو يمكن يصير عندها نفس الباليت حقي ويجيها في بالها فكرة. وبحاول بإذن الله ليلة العيد أو يوم العيد إذا مداني سويت لكم توتوريال مكياجي، بحاول إن شاء الله يمديني.